خلصت خلاص، وطلع في مؤتمر صحفي وقال حسين لبيب انا مش لاعب، وعلى الاهلي ياخد حذره واتحاد الكوره من التلاعب بالالفاظ وصيغه الخطابات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حبايب عمرو الدسوقي في كل مكان. وزي ما متعودين قبل ما نبدا حلقتنا الساخنه ما تنسوش الشير واللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، ودعما لاخوكم عمرو الدسوقي. ليه بقولها ساخنه؟ لان فعلا هنقوله النهارده كلام مهم جدا، كلام لازم يخش الدماغ. طيب خلاص، مفيش قمه رسميا، مفيش قمه بكره، مفيش مباراه بكره. طلع بعد 5 ايام من مهاترات، من مداولات، من اجتماعات في البيوت، في النادي، في كل مكان، من محايلات، من بوس ايادي، من طلبات، في الاخر كله بات بالفشل والقمه ما اتلعبتش. واتعمل مؤتمر صحفي، مش بيان اتكتب واتبعت للاعلام، ده مؤتمر، وهطلع بيان في مؤتمر انا مش لاعب. طب ايه اسبابك انا مش لاعب؟ طب ايه حيثياتك انا مش لاعب؟ طيب لما نعرف لستة طلبها الاستاذ حسين لبيب، له كل الاحترام، والنادي الزمالك له كل الاحترام في طلباته، كل نادي وليه حقه زي ما بيطلبه، بس في المعقول، في المتناول. اطلع اقول حسين اسمه ده الحكم فلاني يمشي، ما يحكمش تاني، اللي هو الغندور طبعا اللي احنا عارفينه. فييرا يمشي، تمام. مش عارف سويلم يمشي، يتحول للتحقيق. عامر حسين يستقيل، او الاتحاد الكره يكيله، مش عايزينه يمشي. فاضل كان بند واحد بس، بند واحد، اقاله اتحاد الكره. طب ليه ما كملتهاش يا عم حسين وحطيتها؟ يا راجل ده هي دي اللي احنا عايزينها، حطها بقى. واقاله اتحاد، مش لاعب الا لما اتحاد الكوره يمشي، لان فعلا هو اتحاد فاشل، وهفضل اقولها من هنا لاخر يوم في عمري. ده اسوأ اتحاد جه في تاريخ الكره المصريه. ما عندوش لوائح ولا عنده قوانين ولا عنده اي حاجه يحكم بيها جميع الاطراف. بل انا كل موضوع اخد وزير الشباب والرياضه، واخد رئيس الرابطه، واروح للبيت شويه، واروح للنادي شويه، واقعد اقول واقعد اتحايل في طلبات مستحيل تحقيقها، حتى لو هي صح ان انا افضل مصمم عليها. لا دي لا مش لاعب. ما هو انت في برضه حاجات برضه يعني راعي اتحاد الكوره. ما لو طلعت من عندك ومشيت عامر حسين يلا يا عم اتكل على روح بيتكم، انا مش هتساب. انا كجمهور مش هيسيبني، كجمهور مصر بقى كلها بجميع الاطراف. انا فين؟ انا فين شخصيتي لما اطلع اقول لفييرا يلا مع السلامه؟ ما هو اصلا كده كده ملوش 60 لازمه، وكده كده هيمشي اصلا فييرا، يعني اخر ليه اصلا كام يوم دول بتوع الدوري وهيمشي. اصلا بياخد دولارات على الفاضي من اول الموسم، وتحكيم زي الزفت، فكده كده هيمشي. وعامر حسين كده كده هيمشي. بس ما يجيش اخرج من عندك والليسته دي كلها انت طلبتها وراحت للاعلام انفذها لك في ساعتها وخلاص، وكيل اتحاد الكوره بالمره. صعبه، كصعبه طلبات، مع ان ممكن يكون الكابتن حسين لبيب ونادي الزمالك عنده حق فيها. لان انا كفعلا انا مع نادي الزمالك في بعض الحاجات، ومنها اتحاد الكوره فاشل، واتحاد الكوره لازم يمشي، وعامر حسين لازم يمشي عشان مش عارف ينظم الدوري صح، مش عارف ينظم مؤجلات صح، عشان خلينا ما عندناش قوانين ولائحه اتحاد الكوره تحكم الكل يبقى بيبص عليها كده ومحترمها. مفيش الكلام ده. وصلنا للنهايه ان مفيش قمه هتتلعب. طيب انا دلوقتي خلاص
مستني خطاب رسمي، مع ان خلاص كده طلع احمد دياب ورد قال لك هذا المؤتمر خلاص باعلان رسمي بالانسحاب. اولا خد بالك يا عم احمد، يا عم احمد خد بالك يا احمد يا دياب، نادي الزمالك ما قالش انسحبت. التلاعب بالالفاظ يؤدي الى مساوئ كبيره بعد كده. التلاعب بالالفاظ يؤدي، هو كل ده انا مش لاعب ويقول لك ايه لظروف قهريه. ايه لظروف قهريه؟ عندك كحه؟ انا مش فاهم بالراحه، بس عندك ايه؟ طب عندك وعكه صحيه؟ ولا عندك حاجه تانية خايف تقولها ومكسوف؟ عيب. ما هي دي الكلمه اللي هبعت بيها الجواب، انا مش هلعب لظروف قهريه، مفيش حاجه اسمها كده. لان انت احمد دياب طلع قال لك انا ده بمثابه انسحاب رسمي، وهستنى خطاب من نادي الزمالك رسمي، وهبعت خطاب للنادي الاهلي ان ما فيش حد يروح الاستاد بكره. يعني خلاص الجمهور مجهز نفسه اللي يروح الاستاد بكره، والحكام جاهزه، والتصوير جاهز، والكاميرات والصحفيين وكل الدنيا جاهزه لاذاعه القمه. فبالتالي احمد دياب قال لك لا انا مش هعمل ده كله، خلاص بجد في الاخر نبقى شكلنا وحش، خلاص ده كده اعلان رسمي ان هو الزمالك مش هيلعب، فانا هبعت خطاب للنادي الاهلي ان المباراه خلاص الثلاث نقاط محسوبه لنادي الاهلي. بس في حاجه زي ما قلت لكم، التلاعب بالالفاظ. انا مش لاعب لظروف قهريه، دي كلمه خطيره جدا جدا، لان انا بعد كده ممكن اطلب بيها ان اعاده المباراه، ان انا مش كنتش عايز العب في الوقت ده. مثلا نصحى الصبح انا مش عايز العب بكره، انا عندي ظروف مثلا لعبت فيها كذا، عندي النادي فيه مشكله، انا طلبت تاجيل المباراه. ظروف قهريه مش انسحاب. وغير كده وكده للعقوبات كمان هتبقى غير. في فرق ان انا انسحبت من المباراه، في فرق ان انا عندي ظروف قهريه مش لاعب، او اعتذرت عن المباراه عشان اخرج من بعض بنود من بعض بنود اللوائح اللي بتحكم، اللوائح الهايفه حتى اللي هي 50,000 جنيه غرامه وثلاث نقاط قبل وبعد، كل الكلام الفاضي ده عشان اخرج برضو منه. لازما الخطاب يجي من نادي الزمالك. احنا بنتكلم بقى بكل زي ما وقفنا مع نادي الزمالك في بعض الحاجات، وقلنا الزمالك في بعض الحاجات عنده حق فيها وليه حق يتكلم فيها، تمام كده، وان اتحاد الكوره الفاشل هو اللي ادى الحق ان الناس دي تتكلم كده بسبب عدم تنظيم وعدم لوائح وعدم زي ما قلنا، مش هنقعد نعيد. زي ما قلنا دلوقتي خد بالك من الخطاب اللي هيجي، او النادي الاهلي يا كابتن الخطيب يا اي مسؤول اداري داخل النادي الاهلي، خد بالكوا من الجواب اللي هيجي للنادي الاهلي، وخدوا بالكوا بالتلاعب بالالفاظ من نادي الزمالك، عشان ده ممكن بعد كده يتلعب بيه بالكلام ده وشكوات ده ونسمع ولوله. خدوا بالكوا، خد بالك يا رئيس الرابطه، خد بالك يا كابتن الخطيب، لازما ناخد حقوقنا صح. مش هتلعب بكره انسحاب، انا جاهز كاهلي وجاهز بحكامي ودفعت فلوسهم ورايح العب المباراه، فاللي مش هيجي انسحاب. الانسحاب اتحط عليك قوانين، حتى لو القوانين اللي هي مش تعبانه دي محطوطه عليه. ما تقوليش ظروف قهريه او العب بالفاظ، عيب، احنا كبار. ادي حاجه. الحاجه اللي بعد كده عندنا، ركزوا على النادي الاهلي، على النادي الاهلي يطلب بحقوقه هو كمان. ايه الحقوق ديت بقى؟ الحقوق ان انا دفعت ما يقرب من 70,000 دولار لاستقطاب حكام اجانب اتحاد الكره جابها وجم وقعدوا في فندق وهيتفسحوا على قفا النادي الاهلي. لا، على قفا النادي الاهلي لا، غير مسموح بيه. كابتن الخطيب عليه ان يطلب سداد الاموال دي. لو بكره النهارده في جواب بيروح للنادي الاهلي وان الماتش خلاص مش هتلعب والثلاث نقاط بتوعك، انت جبت حكام دفعت 70,000 دولار، الزمالك يتحملهم. على الاهلي مطالبه اتحاد الكوره ان هو يحملهم بقى على الزمالك، عشان برضه ما ندخلش طرف الزمالك، يحملهم على الزمالك، يدفعهم هو اللي اخطا من 5 6 ايام ولا 7 ايام، مش عارف ياخد قرار واحد مع النادي الزمالك
ان المباراه هتتلعب لا قبل استقطاب الحكام دي ما تيجي وشكلنا بقى وحش. اما عامل الحكام دي تروح بلد ولا ها انا رحت خدت $70,000 ورجعت وحتى ما سفرتش بالسفاره. ايه اللي احنا فيه ده؟ ايه اللي احنا اجيب حكام عشان تتفرج على وساختنا؟ اجيب حكام عشان تتفرج على المهزقه اللي احنا فيها؟ حكام من بره يا رب بيجوني كل يوم يا جماعه انا معاكم، اي ماتش للاهلي والزمالك انا معاكم، هاجي لكم كل مره ما تقلقوش بس ادوني الفلوس واروح. ايه اللي وصلنا له ده؟ انت كاتحاد كوره رحت جبت حكام ليه قبل ما تاخد قرار نهائي؟ قبل ما تحط النقط على الحروف؟ انت مستني لاخر دقيقه فاكر ان الزمالك هيرضغ لك؟ ما ارضغلكش. لجنه الرابطه ما ارضغلكش اصلا حسين لبيب وتنازل على كل موقف، لا صمم على موقفه. وراجل يا عم حسين يا لبيب ان انت صممت على موقفك، ولك الحق ان انت تصمم على موقفك. وانا كاهلاوي انا بحترم رايك عشان هم دول ما يستاهلوش غير كده. اتحاد العار ده ما يستاهلش غير كده. واحد محروق دمه، محدش يزعل مني من التنشنه اللي الواحد بقى يتكلم بيها النهارده. بامانه انا قلت لكم النهارده حلقه غير، ولا طالعين بقى نتكلم في صفقات ولا نتكلم في اخبار ولا نتكلم في بتاع. مفيش اكتر من خبر الموسم، خبر انسحاب نادي الزمالك او ظروف قهريه. انا عايز اعرف بس الظروف القهريه دي ايه الظروف القهريه دي اللي عندك؟ فانا بالتالي النادي الاهلي له حقوق لازم يطالب بيها الثاني والثالث والرابع، وهو الشيك اللي بعده يترد له من اتحاد الكوره. اتحاد الكوره بقى يشيله النادي الزمالك، اتحاد الكوره يشيله هو اللي اخطا فيتحمل خطأه. وقلنا خطأ في ايه؟ ان هو لاخر لحظه انت عارف ان الزمالك مش هيلعب وعارف ان انت مش هتنفذ طلباته، ماشي؟ يبقى ما كنتش جبت حكام في النهايه وقلت المباراه ملغيه والموضوع خلص وانتهى. كنت خدت القرار ده من 3 ايام. هتلعب ولا مش هتلعب؟ لا مش هلعب، خلاص الموضوع انتهى. ابعت لي خطاب ان انت مش هتلعب عشان الاهلي عايز يجيب حكام وحكام اجانب وهنضطر نجيبهم بفلوس. ابعت لي جواب رسمي مختوم بختم النادي اني انا مش هلعب المباراه ديت، والموضوع خلص كده خلاص بقى. ولا نتحايل ولا محايلات ولا نروح البيت ولا نتقاسى ولا الكلام ده. وقعد لاخر النهارده اجتماع الصبح يا راجل، اجتماع الصبح واجتماع الساعه 5. يا نهار ابيض، يا نهار اسود على اللي احنا فيه. اجتماع الصبح واجتماع الساعه 5 عشان اخد القرار النهائي، وفي الاخر الاجتماعين فشلوا. والاخر الاسبوع انا هطلع مؤتمر، هعمل مؤتمر صحفي اطلع اتكلم فيه. والله يا حسين يا لبيب انت دكر خليت اتحاد الكوره يزحف على ركبه. انت دكر. ادي حاجه. الحاجه الثانيه بقى شكر خاص من كل جمهور النادي الاهلي العظيم يا حسين يا لبيب ليك ولشخصنتك والمجلس الاداره كله. شكر كبير جدا 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 من كل جمهور النادي الاهلي. اتفرج على السوشيال كلهم النهارده هيشكروا فيك وطلعوك السما، مش جمهور الزمالك، جمهور النادي الاهلي. اول حاجه ال3 نقاط اللي انت اديتهم لنا باريحيه كبيره جدا. ريحت لعيبه النادي الاهلي اسبوع من ضغط المباريات المتتالي، تمام كده؟ فانت شكرا. كان مباراه الزمالك كانت مهمه، حتى ان انا واقع انت واقع فهي مباراه مهمه وما بتحسبش بالاوراق ولا بالمستوى، تحسب في ارض الواقع على ارض الملعب. فبالتالي كان ليها حسابات. وارد انت كنت تكسب، وارد كنت الاهلي يكسب، وارد كنت انت تضيع عليها 3 نقط. فانت شكرا اديت ال3 نقط باريحيه، وكمان ريحت لعيبتي اسبوع كامل بدون مباريات، وخدنا نفسنا ونبدا نقول في اللي جاي ايه، ونشوف بيراميدز عايز ايه. شكرا يا كابتن حسين لبيب، شكر بوصله لك من كل جمهور النادي الاهلي العظيم. شكر كبير جدا ليك ولادارتك وعلى تصميمك. وزي ما قلت لك انا معاك في بعض اللي انت بتتكلم فيه، ولكن اللي خلاك كده هو عدم وجود لوائح وقوانين من اتحاد الكرة الفاشل والعبث الكروي اللي احنا فيه مستمرين عليه هذا الموسم. ورب يكون وفقنا في اخبارنا. ومعلش لو كنت بتنشن النهارده، واشوفكم في اخبار جديده مع عمرو الدسوقي.